بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رجب، وربنا يبلغنا رمضان بالخير واليمن والبركات، ويعود علينا وعليكم بكل سعادة. النهاردة يا جماعة معانا فيديو جديد هنبتدي نعمل فيه أكلة سريعة وخفيفة. هنعمل كبد وقوانص. معايا قوانص، معايا كبد، معايا بصل، معايا بهارات، ومعايا فص ثوم وفلفل حامي وبارد. القوانص يا جماعه عايزه اقول لكم الاول ان هي لازم نشيل الدهنه اللي حواليها ونغسلها كويس قوي، ونشيل الدهن اللي حواليها لان الدهن ده خطير ووحش جدا. والكبد بقى نشيل منها عروق الدم وننضفها كويس وننقعها في خل او في ليمون. وانا معايا طاسه هنا حاطه فيها زيت، وهبدا انزل الاول بالكبد كده، هنعمل لها صدمه. بسم الله. مش هنقلب الكبد خالص غير لما تشف كده علشان ما تتهريش مننا. وهبدأ بقى اقلب الكبد بالراحة علشان ما نهريهاش. الكبد مش بنطيبها يا جماعة، الكبد بس بنخليها تشف كده لوحدها الاول، خليها تشف كده. زي ما انتم شايفين كده، احنا بنخليها تاخد صدمة بس على النار وبنشيلها، مش بنخليها تستوي، تبقى نص سوا كده بس. كده يا جماعه بعد الكبده ما شفت كده شويه هبدا اطلعها. نبدا نطلعها، احنا مش عايزينها تستوي سوا كامل عشان هنحطها تاني. هنبدا يا جماعه نعمل الكبد القوانص قصدي. هننزل بالبصله زي ما انتم شايفين كده، هنفضل نقلب فيها لحد ما تدبل بس. يا حبايبي بنسيب البصله تدبل بس، وننزل عليها معلقه الثوم ونقلب يا دوبك ريحه الثومه تطلع بس، ريحه الثومه مع البصله تطلع بس. هنبدا نضيف القوانص. وبعد البصله ما دبلت كده يا حبايبي والثومه، هنبدا ننزل بالقوانص. نبدا نقلبها مع البصل. احنا عايزين كله ياخد من بعضه. القوانص بتغيب في السوا شويه، مش زي الكبد، الكبد بتطيب بسرعه. فاحنا هنشوحها كويس، ولو عايزت شويه ميه بنزودها اما تستوي شويه. اهي تاخد راحتها خالص عشان ده بتغيب في السوا شويه. شايفين يا جماعه البصله بقى لونها عامل ازاي؟ بقى لونها جميل ازاي؟ اهي البصله مع القوانص بقى لونها جميل. بنسيبها لحد ما تشف خالص. لو عايزت بقى ان احنا علشان ما تلزقش هنحط لها حبه ميه سخنين. الميه لازم تكون سخنه، لازم تكون ميه سخنه يا جماعه. هنسيبها فيها كده عشان ايه؟ تستوي بس كويس. عشان تستوي كويس ايه؟ تبقى هي والكبد مستويين كويس. وكده هنبدأ ننزل بالبهارات يا حبايبي. البهارات كزبرة وكمون فلفل اسود وملح. هننزل بقى على القوانص بالبهارات. هنبدأ ننزل بالشطة الحامية والباردة. لو انتوا بتطيبوا القوانص كل ما تحتاج حبه ميه ممكن تحطوا لها بس ميه سخنه لحد ما تحسوا ان هي استوت خالص. تتاكدوا ان هي استوت لانها بتغيب شويه عن الكبده، الكبده بتستوي على طول.
ننزل بالكبده لان الكبده ما استوتش كويس يا جماعه، احنا مسوينها متفقين ان هي تستوي نص سوا بس. والتقليب بقى يبقى بالراحه عشان الكبد ما تتهريش. سيبها بقى على النار شويه. نرجع لكم كده. هي قربت على السوا خلاص، قربت تستوي خلاص كده يا جماعه، هي خلاص شبه ان هي استوت. هنبدا بقى نطفي عليها ونشيلها بقى من على النار، نبدا نغرفها بقى زي ما انتم شايفين كده. ريحتها جميله وشكلها جميل وطعمها اكيد جميل. ده يا حبايبي الشكل النهائي للكبد والقوانص. ويا ريت لو كان الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسوش تحطوا له لايك وتشتركوا في القناه، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.